مساء الخير أو صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا حنان سليمان لو أول مرة تشوفوني. النهاردة هنتكلم مع بعض عن ازاي تكوني هانم في بيتك، أو ازاي تكوني ليدي في بيتك، ازاي تكوني أنثى بمعنى الكلمة. هنتكلم مع بعض هنعمل كذا جزء. فهنتكلم في الجزء ده عن أول حاجة لازم تعمليها. آه، أول ما تصحي من النوم، اللبس اللي كنتي نايمة بيه ما ينفعش تقعدي بيه، ما ينفعش تفضلي بيه. يعني لبس النوم غير اللبس اللي هنقعد بيه باقي اليوم، او اللي هنقعد بيه بعد ما نصحى. يعني لبس النوم لازم يتغير اول ما نصحى الصبح على طول. لازم يبقى في شاور خفيف كده الصبح اول ما تصحي وتغيري لبس النوم. ولبس النوم مش بيتغير ويتركن على جنب عشان يتلبس تاني لما نيجي ننام بالليل. لا، لبس النوم خلاص هو يتلبس ليلة وخلاص، هيتغسل بعد كده، مش هيتلبس الليلة اللي بعدها وكل ليلة هنلبسه. لا، لازم يتغسل قبل ما يتلبس، يعني زي ما بنعمل في لبس خروج بتاعنا. مش هننام بيه تاني يوم خالص، يعني هنغسله وهنلبس حاجة غيره. أو دي حاجة مهمة جدا. الشاور لازم يكون ليكي، تاخدي شاور لازم يكون ليكي ريحتك، مش ريحة برفيوم خالص. ريحة النظافة دي، في ريحة زي ريحة النظافة كده، ملهاش علاقة بالبرفيوم إطلاقا يعني. فدي حاجة مهمة جدا، لازم يكون ليكي ريحتك، ريحة يعني ريحة بتميزك بعيد خالص عن ريحة البرفيوم خالص يعني. تاني حاجة، ودي حاجة منتشرة جدا وبشوفها كتير وكتير بيعملها وما يعرفش، يعني مش حاجة أنثوية أبدا يعني. ما ينفعش تمشي حافية خالص. يعني أول ما تصحي من النوم قبل ما تنزلي من على السرير تنزلي على الشبشب، ما ينفعش تمشي حافية أبدا. هتلاقي بعد كده رجلك بقت 49. ما ينفعش خالص. رجلنا دي بتتعامل معاملة وشنا، يعني تتغسل، نهتم بيها سكرابات وكريمات ومرطبات. رجلين الست زي وشها، تاخد نفس الاهتمام اللي بياخدوا منها وشها. مفيش فرق خالص نهائي. لازم تكون يعني بجمال رجلين البيبي ونعومة البيبي كده بالظبط. ما تمشيش حافية ابدا ابدا ابدا. يعني دي حاجة بتخلي الست رجليها خلاص بتقلب رجالي على طول، ما تنفعش ابدا. دي وجمال الرجل من اول علامات الانوثة. يعني الرجلين الجميلة والحلوة والناعمة من اول علامات الانوثة. فلازم نهتم قوي بالموضوع ده وما نهملهوش. لازم نحافظ على رجلينا ونحافظ على جمالها. ابدا ما نمشيش حافيين ابدا، ولا جوه البيت ولا في اي مكان خالص. يعني المكان الوحيد اللي ممكن تمشي فيه حافيه هو على البحر بس، ما ينفعش تمشي حافيه نهائيا يعني. بس وان شاء الله هنعمل جزء تاني او جزئين كمان هنتكلم فيهم على شويه حاجات، على باقي العلامات او باقي الخطوات اللي المفروض نتبعها عشان تحافظي على جمالك، تحافظي على انوثتك جوه البيت تحديدا، يعني قبل بره البيت. ولو عجبكم الفيديو ووصلتوا معانا لحد هنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، لان القناة لسه جديدة وان شاء الله هتكبر بيكم معاكم. شكرا جدا لكم.